جميع التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن المغرب مقبل على أزمة حادة في المياه في أفق 2025، وبلادنا مقبلة على تنظيم كوب 22 خلال السنة المقبلة. وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بمواجهة هذه الوضعية التي قد يأخذ معها الجفاف طابعا هيكليا، سواء على مستوى الماء الشروب الذي ينبغي توفيره وتعميمه باعتباره حقا دستوريا، أو على مستوى مياه السقي لحماية القطاع الفلاحي من أزمة حقيقية، وكذا قطاع الماشية. علينا أن نعترف بأن هناك تراجعا فيما يخص السياسة المائية المتبعة، بما فيها سياسة السدود التي لا زلنا نجني ثمارها. علينا أن نعترف بأن الترسانة القانونية المتعلقة بتدبير سياسة الماء أصبحت متجاوزة ولا تستجيب لمتطلبات ترشيد المياه في مختلف المجالات ومواجهة مخاطر الاختلالات المؤثرة سلبا على مواردنا المائية، انطلاقا من دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول إدماج التغيرات المناخية في السياسة العمومية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الحكامة المؤسساتية في مجال السياسة المناخية ومكافحة آثار الاضطرابات المناخية وتعزيز المنظومة العلمية في مجال البحث والتنمية المستدامة والطاقة والاقتصادية النظيفة. علينا أن نعترف بكارثة تلوث المياه بشواطئنا البحرية والأودية ومختلف منابع المياه، كما هو الشأن بالنسبة لضفتي وادي سبو الذي تعاني الساكنة المجاورة من تلوث المياه الواد. علينا أن ندق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الصعبة التي تعرفها منطقة سوسمسة، بالنظر لتراجع الفرشة المائية والتأخير الحاصل في إنجاز محطتي تحلية مياه البحر ومعاناة ساكنة المناطق الجبلية مع أزمة الماء الشروب. ولهذا يقترح الفريق الاستقلالي على تنظيم مناظرة وطنية حول التأمين المائي بمناسبة احتضان بلادنا لكوب 22 السنة المقبلة. وشكرا.